على اذنك يابا كده. مساء العسل. باشا مصر فين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله النهارده هنتكلم في حلقة يعني احنا اتكلمنا فيها قبل كده، مش جديدة. بس طبعا في حد من مشتركين القناة الجداد طبعا على راسنا، شرفنا ونورنا طبعا في بيته. كان ساب لي سؤال على مرض معين. المرض ده احنا عملنا عليه فيديو واثنين، يعني احنا اتكلمنا عليه فيديو واثنين وقلنا ايه الاسباب وقلنا ايه هو العلاج. بس ان شاء الله باذن الله مفيش مشكله. برضه لو اي حد من اخواتنا عنده اي مشكله في الطيور يسيب لي تعليق، وانا باذن الله على قد ما اقدر اعمل له حلقه ونقدر ان احنا نفيده. السؤال ده جاي من اخونا من مصر القديمه، بيتكلم عن سؤال معين وعن اعراض معينه في الحمام عنده. تمام، هو مش عارف يشخص لسه طبعا المرض. طبعا واحده واحده هتعرف كل حاجه ان شاء الله باذن الله. على ما اظن هو من مصر القديمه واسم اخونا حماده. اخونا حماده يا جماعه بقى كان بيتكلم عن اعراض موجوده عنده. قال لي هو على يعني الاعراض اللي عنده، والمرض ده انا شخصته طبعا لانه طبعا احنا اتكلمنا فيه في حلقه واثنين. ان شاء الله باذن الله هسيب لكم في صندوق الوصف الحلقات بتاعه المرض دوت، وازاي طريقه العلاج او ازاي طريقه التفادي ان هو ما يحصلش عندي ان شاء الله باذن الله. طيب اخونا حماده بقى اتكلم وقال ان الحمام عنده بدا يخس في الاول خالص في اول عرض يعني، وبعد كده قال ان الحمام عنده بيلف حوالين نفسه، الحمام بتلف حوالين نفسها وهي ثابته في المكان. قال الحمام عندي ما بياكلش، قال الحمام عندي لو الاكل محطوط هنا هو بينقر بعيد عن الاكل، مش شايف الاكل. طبعا يا جماعه الاعراض دي اعراض مرض والعياذ بالله اسمه مرض الروشه. المرض ده يا جماعه صعب جدا جدا جدا. وعيبه بقى ان هو كمان مرض يعني نشط جدا، مرض فيروسي. فيروسي يعني هو فيروس بيتنقل زي انفلونزا الطيور، البرد، الكلام ده كله. فبالتالي لو حصل عند اي حد والعياذ بالله حمامه تحمل الاعراض ديت، لازم اوتوماتيك يشيلها من المكان ده، يحطها في عزاله او يذبحها، لان ساعات الذبح بيكون ارحم، لان ساعات علاجها بيبقى يعني نسبته ضعيفه ان هو يشفى منه المرض دوت. طيب المرض ده يا جماعه بيصيب الجهاز العصبي في الحمامه نفسها، والعياذ بالله عامل زي الجلطه عند البني ادمين. فخلاص هو بالتالي اشارات المخ طبعا زي ما اتكلمنا كلها بتبقى غلط. فرد الحمام عاوز فيلم عشان خاطر يعالجه. طريقه علاجه طبعا في ناس بتعمل ايه، عايز واحد يكون مثلا متواجد مع الحمام باستمرار، لان اول حاجه لازم يتحط في شمس، يعني الحمام المصابه ديت لازم تتحط في شمس. تاني حاجه لازم انسل ريش الديل والجناح. يعني ايه انسل ريش الديل والجناح؟ نسل ريش الديل والجناح يعني اشيله، يعني امسك الحمامه اشد كل الريش ده واشد كل الريش ده. طب انا بعمل ليه كده؟ بعمل كده لان والعياذ بالله زي ما قلنا في جلطه بتبقى في مخ الحمامه نفسها. لو انا بصيت هنا في الرقبه من ورا، لو انا شلت ريش الرقبه ده وبصيت بلاقي هنا في تجلط دموي اسود، لونه اسود. فبالتالي عاوز يتفتح بالراحه بمشرط واصفي الدم الفاسد ده كله، وابدا اشد الريش ده. وليه؟ لان الريش ده لما بيطلع بدم، بانابيب دم. فبالتالي انا كده جريت الدوره الدمويه من اول وجديد. ولازم يتحط في شمس، ولازم اكل فرد الحمام في ايدي، فطب بايدي انا اللي اكله يعني. فطبعا بياخد مني وقت كبير، وفي الاخر بتبقى حاجه اسمها عقدت عليه او سبتت عليه. بتلاقي فرد الحمام بيعيش بقى تاني خلاص وبياكل وبيشرب وكل حاجه، بس في التواء في رقبته او حركه رقبته مش مظبوطه. الغاوي اللي هو فاهم اللي بيجي يشتري بيبقى عارف ان فرد الحمام ده بيقول لك عقد عليه او ثبت عليه، يعني كان عفوا ان فرد الحمام ده كان مصاب قبل كده بالمرض ده وتعالج. طيب انا عشان اريح دماغي بعمل حاجه اسمها التحصينات في السنه. في تحصينين، شهر 4 وشهر 10. شهر 4 وشهر 10. التحصين ده بيتباع في المصل واللقاح، وبيتباع في الصيدليات البيطريه. طبعا في نوعين من التحصين ده. هوريك طبعا طريقه التحصين بتاعته ازاي تتحصن بيها، وبعدين وشكلها واسمها والجرعه اللي انت عايز تعرفها طبعا عشان خاطر تحقن بيها الحمام ده. واللي اهم من ده ومن ده هوريك ان شاء الله باذن الله برضو السن المناسب. يعني عندك انا جيت. طبعا يا جماعه المصل واللقاح بيبيع نوعين تحصين. طبعا في تحصين اسمه بوراميكزو زي اللي انتم شايفينه ده، وفي تحصين اسمه نيوكاسل هولندي او نيوكاسل ميت زي اللي انتم شايفينه ده. طيب انا النهارده هشتغل بالتحصين النيوكاسل اللي هو شبيه اللبن. بجيب عبوه مثلا بيتباع في الصيدليه البيطريه زي كده، بيفضلي من عبوه كبيره من لتر مثلا، لان مش هجيب لتر واركنه. فانا بحسب مثلا عندي كام حمامه، وليكن 10 مثلا، 10 حمامات. 10 حمامات كل حمامه بتاخد نص سنتي، يبقى 5 سنتي يقضي لي 10 حمامات. معايا 20 بجيب 10 سنتي، لان الحمامه بتاخد نص سنتي. يبقى كده اتفقنا ان الجرعه الحمامه بتاخد نص سنتي. شكله زي اللبن زي ما انتم شايفين كده اهوت، بيتعبى لي في ازاز زي كده. بجيب حقنه سن صغير، سن التحصين نص السن قد ايه؟
شايفين ده السن اللي انا هحصن بيه. بعمل ايه بقى؟ اهم حاجه ده بيتحط في التلاجة، في رف التلاجة، ولما باجي اشتريه هو بيحط لي معاه تلج. ببدا اسمي الله كده، برج اهوت، وابدا ان انا اسحب السرنجه بتاعتي اهي بالسن بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشوف كده تمام، وابدا ارجع ده تاني. طبعا التحصين ده يا جماعه بيتحط في تلاجة، مش عايزين ننسى. ابدا انزل الهواء اهو. بسم الله الرحمن الرحيم في السرنجه كده، انا جاهز للحقن. تمام. طيب هندي الحمام نص سنتي. طب الحمام ده بيتحقن فين؟ يعني انا هجيب دلوقتي هدي الحمام في اي حته في جسمها؟ طبعا لا. طيب الحمام ده اي عمر، يعني صغير كبير هديله؟ طبعا برضو لا. هنتفق دلوقتي ان احنا هقول لك على 3 طرق، وطبعا الكلام ده ما اتقالش في قناه، يعني عشان احنا كنا متفقين. معظم القنوات بيقول لك ان لازم فرد الحمام ياخد في الرقبه بتاعته من الخلف، لازم التحصين بتاعه يكون في الرقبه من الخلف وتحت الجلد. ناس كتير اشتكت من الموال ده وقالت لك انا بمجرد ما احصن الحمامه في الرقبه بتموت. الحمامه يا جماعه بتموت لعده طرق. ممكن تكون الحمامه نفسها حامله الفيروس، مجرد ما خدت التحصين الميت ده الحمامه ماتت. دي حاجه. الحاجه الثانيه واللي هي شائعه، واللي هي اللي انا مؤمن بيها بدرجه 100%، ان حد من اخواتنا وهو بيدي الحمامه بيضرب في وريد في الرقبه. الرقبه دي يا جماعه بتاعت الحمامه خلينا متفقين ليها كذا وريد من ورا، كذا عرق يعني ورا. مجرد التحصين ده لو اتحط خطا ودخل في العرق نفسه وخد النص سنتي، في ثواني معدوده فرد الحمام بيموت، يبقى انا كده موتته بايدي. طريقه الرقبه ديت للهاوي او الغاوي المحترف شويه، هو فاهم فبالتالي عارف هيدي الحقنه فين وهتمشي فين. طب اللي على قده يعني راجل مش اوريجينال مثلا، مش تمام قوي في الحقن، انا هوريك طريقه بالنسبه للمبتدئ. اوريك الاول طريقه الرقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حمام مثلا زي الحلبي ده، انا بعمل ايه؟ بمسك كويس جدا كده وبشوف الرقبه بتاعته، وانا بحط ايدي في الرقبه هنا، في رقبته من ورا، بمشي ايدي على اللحمه بتاع الحمامه نفسها. اهم حاجه ما يكونش فيها ايه؟ وريد. يعني وانا بدوس كده العرق طبعا هيبان تحت ايدي، وانا بعمل كده، وانا بعمل كده بالراحه كده وبدور كده بالراحه، الوريد لو في عرق هيبان تحت ايدي. طيب بفضل ماشي كويس لحد ما بلاقي ان مفيش عرق. يعني انا كده دلوقتي تحت ايدي عرق، بمشي كويس كده اهو، هنا فاضي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي سن الحمامه اهو، سن الرقبه، سن الابره، وابدا ادي النص سنتي بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وابدا ادعك المكان كويس جدا اهو. بدعك الرقبه كويس جدا عشان امشي التحصين ده. التحصين ده بيقعد تحت الجلد يعني من اسبوع 4 ايام، وبعد كده بيتوزع في الحمامه. طيب انا كده حصنت الحمامه ديت، التحصين بتاعها في الرقبه اللي احنا قلنا طريقه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اللي هي طريقه ايه؟ طريقه الغاوي او الهاوي المحنك اللي هو عارف، فده بالطريقه ديت. طيب انا كده عاوز ادي الطريقه الثانيه عشان ما يطلعوش هما اتنين طبعا شكل بعض. تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد تاني اهو. عايز احقن بقى الحقن اللي هو بتاع الراجل او الاخت اللي هي بتربي في البيت وما تعرفش. انا جبت التحصين بس لا انا خاف ادي في الرقبه لا فرد الحمام يموت في ايدي زي انت ما قلت. طيب بفتح ريش الحمام كده، بصوا تحت الجناح، ابص كويس جدا. بصوا المفصل، خد بالك بقى معايا من النقطه دي. المفصل اهو بتاع الجناح والرقبه اهي، بدور هنا اهو. شايفين الحته دي؟ بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تحت ايه؟ اخر الجناح، اخر الجناح من عند فوق، من عند الظهر الحمامه. بصوا جنب الحمامه اهو، اخر الجناح هلاقي حته واطيه، في حته لحمه اهي واطيه، شايفينها؟ اهي واطيه خالص اهي تحت اخر حته اهي. هبدا احط فيها السرنجه، سمي الله اهو اهو اهو. احط السن بتاعي هنا اهو اهو. بصوا فين؟ بصوا السن فين؟ اهو. هبدا ادي ايه؟ ال3 شرط او النص سنتي بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو 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 اهو. وابدا اقف السن اهو، اطلعه اهو، احط ايدي مطرح السن وابدا ادعك كده. دي طريقه على ما اظن انها سهله جدا لاخواتنا المبتدئين، حريم طبعا او رجالي يعني في البيت، سهله جدا وما اثرتليش ولا ضربتها غلط في عرق او غيره اهو. خلاص ومشيت التحصين اهوت وعملت كده انا تمام التمام، اديت الجرعه بتاعه الحمامه. دي طريقه سهله جدا انا بعملها. طيب انا دورت يعني فرد الحمام
ووصلت للجناح وبرده مش عارف الحته اللي حضرتك قلت لي عليها. الحته دي صعبه عليا. صعب عليك ازاي؟ ازاي يعني؟ ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يبقى اهم حاجه اوعى تزهق خالص. ان شاء الله باذن الله هعرفك كل حاجه. المرض ده اللعين ده هعرفك ازاي تقضي عليه باذن الله. اهم حاجه نكون متفقين التحصين ده في شهر 4 وفي شهر 10، في شهر 4 وفي شهر 10. انا النهارده جبت لك شويه زغاليل عندي اللي هي ما خدتش التحصين عشان اوريك طريقه التحصين. طيب انا كده عرفت طريقه الجناح وعرفت دوت، وفي واحد من اخواتي قال لي انا دورت في الجناح ومش عارف اوصل للمكان ده. طيب نسمي الله ونشوف ممكن نعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فرد حمام باكستاني. فرد حمام باكستاني بيعلى في الجو يا جماعه، بيقعد ب5 ساعات طيران، ما شاء الله عليه. يعني حاجه صعبه في الناس اللي هي بتنش الحمام، بتنش الحمام اللي هي غاويه تطير حمام. طيب بصوا، شايفين صدر الحمامه ده؟ التحصين ده اهم حاجه انه بيكون تحت الجلد، في الرقبه بيكون تحت الجلد، تحت الجناح بيكون تحت الجلد. فانا خايف ادي الجناح تيجي في حته معينه تشيل لي جناح الحمامه. لا يا عم، سيبك من الجناح وسيبك من الرقبه وتعالى هنا وانا اقول لك. بص بقى، هجيب صدر الحمامه اهو، صدر الحمامه اهو، احاول على قد ما اقدر ان انا اكشف اللحم اللي هو موجود فين في صدر الحمام. واحده واحده خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه الريش تحت بيبقى، الريش بيبقى كثيف، يعني الريش تحت في بطن الحمامه بيكون كثيف، بس انا واحده واحده كده بحاول اظهر جلد الحمامه عشان اقدر احقن فيه. هنحقن في الصدر؟ لا، حقن الصدر حاجه والحقن تحت الجلد حاجه تانية. حقن الصدر حاجه والحقن تحت الجلد حاجه تانية. بصوا انا كده ظهرت ايه؟ باينه معايا؟ باينه؟ ادي بطن الحمامه اهي. بعمل ايه؟ باجي في اتجاه الديل، يعني باجي احقن كده في اتجاه الديل، مش كده، في اتجاه الديل، واحط السرنجه تحت الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. خليك معايا اهي كده. السرنجه فين؟ تحت الجلد كلها، ما تخافش، ظاهره تحت الجلد اهو. وابدا ادي النص سنتي بتاعي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى، بس اهدي. بص التحصين هيبقى فين؟ ظاهر فين التحصين اهو؟ تحت الجلد اهو. وابدا اسحب السرنجه بالراحه وادوس هنا وابدا ادعك تحصين عشان يمشي في جسم الحمام، ما يرجعش تاني والخرم بتاع السرنجه. كده انا حصنت فرد الحمام ده فين؟ في تحت الجلد اهو. وادي التاني ذكرها اهو، نفس ما عملت في دي هعمل في دي. تمام؟ موضوع سهل خالص، سهل سهل يعني، مش صعب ولا حاجه. يا رب بس تكون الاضاءه كويسه ويكون التصوير ظاهر كويس اهوت. طبعا حد هيكون معاك بقى يمسك لك الحمامه بحيث ان انت ايه تظهر الجلد بتاعها. اهم حاجه ما تجيش من تقفص الصدر اللي قدام، العظم اللي في النص ده اهو. زي ما عملت في دي اعمل في دي. السن اهو، ابدا في اتجاه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده ابدا اهو اجيب الحمامه. طبعا اعذروني طبعا لاني طبعا ايه واقف مع نفسي والشعر كثيف زي ما انتم شايفين، بس اهدى شويه اهو. وابدا ادي نص سنتي بتاعي وابدا اسحب وابدا ان انا امشي تحصين. طيب كده انا حصنت ب3 طرق شفتوها معانا، اللي هي تحت الجناح والرقبه و اللهم صل على سيدنا محمد، وتحت الجلد في لحم الصدر نفسه. طيب ايه الاعمار اللي انا هدي فيها؟ هل اي عمر ممكن اديله؟ الجرعه هي الجرعه، اكتر ولا اقل؟ يلا بينا نشوف. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ شايفين العمر ده؟ بصوا لسه ما كساش ريش تحت الجناح، يعني لسه ما اتفطمش. احنا قلنا يعني لما بنيجي نفطم حمام لازم يكون كسر ريش من هنا، ده لسه ما اتفطمش. بصوا العمر ده ينفع اديله، بس ما بديلوش النص سنتي، بديله 3 شرط او 4 شرط، لان النص سنتي يبقى كتير عليه. بصوا الحجم ده، واخوه برضه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ده اخوه، ده اخو ده، الاثنين ان شاء الله باذن الله هنحصنهم مع بعض. ببدا ان انا زي ما انت شفت خلاص بقى، خلينا متفقين بقى احنا في الطريقه الاسهل على ما اظن، اسهل حاجه ليكم اللي هي في تحت الجلد ديت في اتجاه الديل على ما اظن يعني اهو. بمسك اهو اللحم اهو، ده كويس عشان ده هيكون ظاهر طبعا. بصوا اللحم ده لان طبعا هو مش يعني هيكون لحمه الريش لسه ما كساش جامد اهو. اهو ابدا ان انا احطه تحت الجلد. بصوا يا جماعه بالراحه خالص اهو اهو.
ده زي ما قلنا هياخد 3 شرط بس او شرطتين. بصوا اهو بالراحه اهو، وانا بشيل السرنجه اهو اهو. موضوع سهل جدا. انت خلصت على اخوك، وادي اخوه زي ما عملت بده بالظبط اهو، بالراحه كده خالص. ادي لحم الزغلول اهو ظهر يا جماعه اهو، وادي في اتجاه الديل زي ما قلنا اهو. ادي السرنجه اهي، هبدا ان انا اديله ب3 شرط عشان طبعا ده صغير. بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3، وانا بسحب وايديا التانيه مطرح السن اهو كده. هم خدوا الجرعه بتاعه تحصين الروشه او نيوكاسل اللي اتكلمنا عليه، علشان ما يجروش المرض اللعين اللي ظهر عند اخونا الفاضل اللي اتكلمنا عليه. اهم حاجه، حد فاهم حاجه؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ يا رب تكونوا فهمتوا كل حاجه ان شاء الله باذن الله. الفيديو يا رب يكون خفيف، في معلومات تكونوا اكتسبتوها يعني تكونوا فهمتوها ان شاء الله باذن الله. ربنا يجعلنا دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله باذن الله. ما تنسوناش من صالح دعائكم، ده اهم حاجه. تاني حاجه اللايك، كلمه حلوه في التعليق، وان شاء الله على عهدي اي حاجه تلاقيها عندكم في تربيه الطيور باذن الله، اي مشكله ممكن تقابلك حضرتك او حضرتك هتسيبي لي تعليق زي اخونا حماده ما عمل، وان شاء الله باذن الله نقدر نفيد بعض كلنا ان شاء الله باذن الله، بينا وبيكم ومعاكم مكملين. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جرعه حلوه، جرعه حلوه، مفيش كلام.